ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهارده هعمل معاكم طاجن مكرونة بالفراخ خطير، احلى من اللي بتاكلوه بره. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وفولو اشتراك في قناة اليوتيوب، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي على النار حلة فيها معلقتين 3 زيت كبار كده وبصلاية صغيرة متقطعة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بسيبهم على النار لحد ما البصلة تتحمر وتاخد لون معايا، مش عايزاها تدبل بس انا عايزاها تاخد لون، وده بيفرق كتير جدا في الطعم، توصل للشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى بننزل بكوبايتين من عصير الطماطم، ولو هتستخدموا طماطم مركزة زي اللي عملناها مع بعض قبل كده وبتبقى حلوة قوي في الوصفة دي، يبقى هنستخدم كوباية واحدة بس من الطماطم المركزة، وبنزود عليها كوباية من المية زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى بحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة سكر، وبنسيبهم على النار لحد اما تتسبك نص تسبيكة. يعني ما بنسيبهاش على النار لحد اما بتتسبك تماما، يا دوب بس بنسويها نص سوا، وبعد كده بنرفعها من على النار وبتكمل سوا في الفرن. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هو ده قوامها المظبوط، وهي دي المرحلة اللي بنشيلها فيها من على النار. في حلة تانية بقى على النار حاطة فيها مية وشوية ملح، وبسيبهم لحد ما المية بتغلي. بعد كده بنزل عليها ب400 جرام من المكرونة، اللي هو كيس المكرونة يعني. بعد كده بقلبهم تقلبتين بس عشان المكرونة ما تلزقش في بعضها، وبسيبهم لحد اما المكرونة بتتسلق نص سلقة. اهم حاجة في الوصفة دي نوع المكرونة اللي هنستخدمه يكون نوع ما بيعجنش وما بيتكسرش، وكمان بياخد وقت على ما يستوي لاننا هنسويها على مرحلتين. فلو استخدمنا نوع مكرونة مش افضل حاجة في الوصفة دي، وارد جدا ان هي تعجن مننا، تتكسر، طعمها يطلع حلو كل حاجة بس شكلها مش هيبقى الطف حاجة. والنوع اللي انا استخدمته في الوصفة دي كانت مكرونة ايطاليانو، حقيقي هي من احسن الانواع اللي تنفع جدا في الوصفة دي. نيجي بقى للفراخ. عندي هنا صدر فرخة يعني تقريبا 300 جرام 350 جرام، مش اكتر من كده، مقطعاه قطع صغيرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ومتبلاه برشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة زعتر. تقدروا تستغنوا عن الزعتر تماما، ولكن هو كان مدي طعم حلو قوي قوي للوصفة دي. مش هنحط كتير، هي رشة صغيرة بس. وبصلاية وسط متقطعة برضو قطع صغيرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حطيتهم في طاسة مع شوية زيت، وهشوحهم لحد اما يستووا سوا الا حاجة بسيطة. يعني برضو مش هنسويهم سوا كامل علشان احنا لسه هندخل كل الحاجات دي الفرن، وهيكملوا بقى سوا في الفرن. هي كده عندي جاهزة ان انا اشيلها من على النار، وتعالوا بقى نشوف ازاي هنرص الطاجن. بنجيب بقى اي صينية بتدخل الفرن وبندهنها دهنة زيت كده بسيطة زي ما انتم شايفين. اي نوع صينية ينفع، يعني بورسلين، بايركس، فخار، جرانيت، ألمونيوم، اي حاجة بتدخل الفرن تنفع جدا. بعد كده هننزل بالفراخ، هنفرد الفراخ في الصينية من تحت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى بضيف شوية من الصلصة اللي احنا محضرينها، تقريبا ربع كمية الصلصة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى بنجيب المكرونة اللي سلقناها نص سلقة، وبنحط عليها معلقة بس كده من الزيت، وبنقلبها كويس. الزيت ده بيساعد ان المكرونة ما تلزقش في بعضها وهي في الفرن. بعد كده بقى بضيف حبة واحدة بس من الفلفل الرومي متقطع قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وتقدروا كمان تستخدموا فلفل الوان، وتقدروا تضيفوا فلفل سبايسي لو تحبوا. هرش كمان رشة صغيرة خالص من الفلفل الاسود، وهنزل بنص كمية الطماطم اللي احنا مسبكينها نص تسبيكة. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هروح اضيفهم على الفراخ في الطاجن. اخر شوية صلصة متبقيين عندي هضيفهم على الوش بشكل عشوائي. يبقى احنا ضفنا ربع كمية الصلصة على الفراخ بعد ما حطيناها في الطاجن، ونص كمية الصلصة قلبناها مع المكرونة، والربع الباقي حطيناه على الوش بالشكل ده. بعد كده بقى هنغلف الصينية بتاعتنا او الطاجن بشكل كويس جدا بورق الفويل، وهدخلها الفرن على الشبكة فوق الصاجة على طول. يعني هنحط الشبكة فوق الصاجة، وهنخلي الفرن على درجة حرارة عالية. هتقعد معاكم يعني من ربع ساعة ل25 دقيقة على حسب انتم مسويين المكرونة قد ايه، وعلى حسب نوع المكرونه اللي انتم مستخدمينه. يعني انتم مثلا ممكن بعد ربع ساعه تفتحوا عليها تشوفوها، لو استوت خلاص تمام، لو لسه محتاجه شويه كمان عادي بتغطوها تاني بالفويل وتدخلوها الفرن تكمل سوا. بس مهم قوي ان انتم تتابعوها باستمرار عشان ما تعجنش منكم في الفرن، وما تستويش زياده عن اللزوم وتتكسر او تتهري او يقابلكم فيها اي مشكله.
وده بقى شكلها بعد ما استوت تماما. مظبوطة جدا يا جماعة، ولا واحدة معجنة ولا واحدة متكسرة ولا واحدة مش مستوية ولا حتى ملزقة في بعضها. شايفين مفرفطة من بعض ازاي؟ والفراخ كمان سواها مظبوط جدا. وبجد يا جماعة من احلى الوصفات اللي عملتها لطاجن المكرونة. الناس اللي بتحب المكرونة زي كده بجد هتدمنوا الوصفة دي، والناس اللي بتشتري بقى الطاجن ده من بره لو جربتوا الطريقة دي انا متأكدة انكم عمركم ما هتعرفوا تاكلوه من بره تاني. حلو حلاوة جبارة يا جماعة. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والاشتراك في القناة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.